كاريزما صوتك هي سر نجاحك الوظيفي، مش مجرد ثقتك بنفسك. ناس كتير بتعتقد ان الثقة بالنفس هي كل اللي انا محتاجه عشان اقدر اثر في جمهوري. الثقة بالنفس مهمة، هي مجرد مكون من مكونات التأثير الصوتي او الكاريزما الصوتية. كاريزما صوتية بتشمل عدة عوامل. كاريزما الصوتية معناها ان صوتك يكون مؤثر في جمهورك، انك تقدر تتواصل مع جمهورك من خلال حكي قصة، انك تقدر تتواصل مع جمهورك من خلال لغة الجسد، تعابير الوجه، انك تقدر تأثر في جمهورك وتقنعهم من خلال الاكسبرتيز بتاعتك، الخبرة بتاعتك، انك تقدر تأثر في جمهورك وتتفاعل معاهم وترد على أسئلتهم حتى لو كانت محرجة، وتقدر تتخطى ده، انك يكون عندك سرعة بديهة، انك يكون عندك حضور قوي، والحضور القوي ده بيشكل الكاريزما الصوتية. فالثقة بالنفس هي مجرد عامل من عوامل كتير قوي بتشكل الكاريزما الصوتية. الكاريزما الصوتية معناها انك يكون عندك كل العوامل دي بالإضافة للمشاعر اللي تقدر تتواصل بيها مع جمهورك. يعني مثلا لو أنا دكتور وبتواصل مع المرضى بتوعي، لازم يكون عندي مشاعر الأمباثي، التعاطف، لازم يكون عندي مشاعر الطمأنينة، يكون عندي مشاعر الثقة، إن أكون واثق في الكلام اللي بقوله لهم، لازم يكون عندي credibility، مصداقية، لازم يكون عندي رؤية. يعني إيه رؤية؟ يعني رؤية للمريض ده لو طبق كل العلاج اللي أنا قلت له عليه هيبقى فين. لازم يكون عندي إن أنا أقدر أدعم المريض بتاعي. ليه حد من